غلطة واحدة ياما ضيّعت أصحاب business وشركات كبيرة، وأنا ذات نفسي كانت هتحصل معايا بس لحقت نفسي في آخر لحظة، وغالبًا لو أنت لسه فاتح business جديد غالبًا هي لسه بتحصل عندك وما عندكش حل ليها أصلًا. أنا في الفيديو ده هاقول لك الحل بتاعها. المشكلة دي هتلاقيها عند أي حد لسه عنده business جديد أو لسه business owner صغير، بس قبل ما أقول لك إيه هي اتأكد إنك تعمل follow عشان تسمع tips أكتر. المشكلة دي بيعملها مش بس الbusiness owner ولكن ممكن يعملها برضه المدير جوّه الشركة بتاعتك، وهي عدم القدرة على التفويض أو الdelegation وبيسموها برضه الmicro management. بتلاقي فيها المدير بيتدخل في كل التفاصيل في الشغل، مع إنه معيّن ناس كفاءات والمفروض إن هي تقدر تأدّي الوظيفة دي، ولكن هو زي ما تقول ما عندوش ثقة إن هو يقدروا يشيلوا الشغل ده مكانه، وده بيسبب إن المدير ما عندوش وقت فاضي للتطوير، هو بس كل اللي عليه إن هو بيشتغل مكان الموظفين بتوعه، اللي هو أصلًا معيّنهم وبيدفع لهم فلوس، فده بيمنع جدًا تطوّر الشركة وبيحِد من إمكانيات الشركة. اللي بيساعدك تحل المشكلة دي إنك تكون بجد معيّن ناس كفاءات وتقدر تقوم بالوظيفة بتاعتهم بأكمل وجه من غير ما تتدخّل فيها، وده يخلّيك إن أنت حتى لو مش شغال أو لو في مصيف أو لو مش موجود حتى في الشركة، الشركة شغالة زي الساعة. عشان كده قيمة الاعتمادية دي حاجة مهمة جدًا عندي في الagency ودي القيمة اللي باحاول أوصّلها للclients بتوعي، إن مجرد ما مسكت لهم الmedia buying أو الmarketing أو الbranding بتاعهم، فخلاص يبقى متطمن إن هو شغال مع حد قادر يscale الbrand بتاعه يضاعف أرباحه. ولو أنت كمان عايز تضاعف أرباح الbusiness بتاعك ابعت لي على الDM.